بعد قصة الدكتور المصري اللي قعد 30 سنة في السعودية ولما رجع مصر لقى ابنه واخد منه كل حاجة وغير مرغوب في وجوده، بنستفيد درسين مهمين جدا. الحاجة الأولانية، هو للأسف الشديد معظم الناس دلوقتي رابطة التربية بالفلوس. يعني إيه؟ يعني يقول لك أنا بخليش ابني محتاج أي حاجة، عايز تليفون بجيب له، عايز مش عارف إيه بجيب له، عايز يتفسح أطلعه، مش مخليه محتاج ولا جنيه. فأنا كده بربهم صح، أنت كده بتربهم غلط. التربية عمرها ما كانت هي الفلوس، التربية عمرها ما كانت إن أي حاجة محتاجها ابنك أنت تجيبها له، في قيم ومبادئ وحاجات تانية كتير لازم تعلمها لابنه. لما بتعود ابنك على فلوس كتير بيطلع شاب عديم المسؤولية، وطالما بقى عديم المسؤولية فتنتظر منه إن هو يعمل أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أفتكر إن واحد إيطالي كان بيقول لي ما تخشش على ابنك كل يوم بحاجة حلوة. قلت له ليه؟ قال لي عشان هيبقى مرتبط بالحاجة اللي معاك، مش هيبقى مستني دخولك أنت، هيبقى مستنيك عشان الحلاوة اللي معاك. هات له يوم وثلاثة لأ. الحاجة التانية، ما تطولش في الغربة. طالما حسنت من مستواك انزل بقى وظبط نفسك، أو تجيب ولادك يعيشوا معاك وهم صغيرين عشان يطلعوا مرتبطين بيك، مش يطلعوا مرتبطين بفلوسك اللي انت بتبعتها لهم، ولما تيجي تنزل هم اصلا مش واخدين عليك، هم عايزين فلوسك وبس. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا، اللهم امين، ويهدي الابن ده لابوه. واشوفك في فيديو جديد.